الإمام الحسين لم يبايع أحد، لم يبايع أحد لا في عهد أخيه ولا من بعد، لم يبايع أحد من أهل الملك العضوض على الإطلاق، وانعزل وذهب مكة. عندما اضطربت الأمور، إذا تحبوا تقرأوا في التاريخ اقرأوا، اضطربت الأمور ومات الحسن. عندما مات الحسن ظهر الإمام الحسين، لأنه كان هو نقيب أهل البيت ومرجعيتهم، وهو رأسهم وهو مظهرهم. التفوا عليه أهل البيت ومن يحب أهل البيت، وصار هو المظهر خلال 20 سنة، وهو متصدر في المسجد، في مسجد المدينة، يدرس له حلقات علم، تخرج على يده الكثير من العشرات ممن عرف الحديث وعرف العلم وعرف منهجية أهل البيت وأحاديثهم. كان متصدرا في مسجده، في مسجد جده، وكان مثله الحسن، أو في بيته. كانوا ينشرون العلم وتركوا أمر السياسة لما فيها من أثر الملك العضوض. عندما مات الحسن بدأت رؤوس الفتن تتحرك، بدأت المتغيرات تظهر وتشفو وتفشو وتفشو، وكان مركزها العراق. ودائما العراق مركز الإشكالات عبر التاريخ إلى اليوم، وهذه من المتغيرات. قراءة فقه المتغيرات، أنا ما أتهم العراق، النبي قال تبدأ بالعراق وتطيف بمصر وبالشام، فإذا بلغت الشام فهي الصيلم. ما الصيلم؟ الداهية الكبرى. إن استطعت أن تكون حجرا فافعل، ولا تكن مع أحد الفريقين، وإلا فاتخذ لك نفقا في الأرض. صلوا على الحبيب. هذا نص، هذا نص، لكن ما هو مقروء، ما حد يقرأ. نحن نقرأ أحاديث كثيرة في علم الثوابت، حتى تفقهنا فيها وصنفت فيها الكتب. حتى أنا أرى الآن سفينة النجاة يشرحونها 20 مرة 50 مرة، كل واحد يكتب شرح. وإلى متى ونحن نكتب شروح مكررة؟ انظروا في فقه المتغيرات، لأن الزمان الآن زمان فقه متغيرات، يسمونه علم آخر الزمان. ما لنا مخرج وجمع لكلمة الأمة وإعادة ترتيبها إلا بذلك. الحسين رضي الله تعالى عنه جمعوا له 12,000 فرد يبايعون في العراق وهو غير موجود، ولا في مكة، وبعثوا له وفد لأجل أن يلتزم بالبيعة، لأنها 12,000 بايعته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العراق. لكن في مكة ما حد بايعه، ولا في المدينة ما حد بايعه، بلاد القرآن والسنة في ذلك العصر، ولا حتى أحد من الصحابة المعروفين الأعلام، لم أحد يبايع. البايعة جاءت مرحلة من الخارج. فعندما رأى الأمر كثر والإرجاف كثر وأهل السلطة كثرت مراقبتهم، ضاق حاله، ضاق صدره، قرر الخروج. قال يجب أنا أن أستوثق لنفسي ما الذي يدور. والقضاء والقدر يجري في هذا الأمر، في قضاء وقدر يسير الأمور، لأنه يعلم أنه قتيل، والنبي أخبره أنه قتيل، وكل الصحابة يعرفوا أنه قتيل، وكل من ودعوا قالوا رحمك الله من شهيد، كلهم اللي ودعوه رحمك الله من شهيد. لا خرج مقاتل ولا خرج منازع. كما نسمع الآن الحسن جبان والحسين بطل، نسمع الناس يتكلمون هكذا، يصنفون ويتكلموا من رؤوسهم. يا أخوان اقرأوا كلام الرسالة والنبوة وأهل البيت لأجل تحكموا بالحق. فخرج الحسين بالنص، قال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا فتنة، وإنما خرجت لأصلح من أمتي. وبعد ذلك خرج، كان يقول له عبد الله بن عباس وددت أن أمسك بتلابيب شعرك حتى لا تخرج، إلا أني سمعت منك حديثا. ما هو الحديث؟ قال له إني سمعت رسول الله يقول إن هذا الحرم يستحل برجل، أو في رواية بكبش، فلا أريد أن أكون أنا. والله لو قتلت خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل داخله بشبر. قتيل، لكن لا أريد أن يكون دمي ودم المسلمين في الحرم. لابد أخرج، لأن النبي قال في واحد بيجلس في الحرم وبتسيل الدماء بسببه، لا أريد أن أكون أنا. من هو؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بعد ذلك جاء وجلس في الحرم وكسروا الكعبة وقتلوه بجوار الحرم وأسالوا الدماء في بيت الله. إذن النبي صدق صلى الله عليه وسلم. والحسين استوفى لنفسه واستوفى نفسه وخرج، وقضاء الله يسير معه حتى قتل. من قتله؟ فريقين، وهذا كلام افهموه. قتله فريقين، الذين أخرجوه من بيته
الذي سموا أنفسهم محبين وبايعوه تركوه يقتل ولم ينصره أحد، كانوا يسمون هؤلاء المحبين الخاذلين والبغاة القاتلين. البغاة قتلوه والمحبين خذلوه. إذن فأهل البيت ما لهم علاقة بهذا الكلام، هذا صراع بين محب وبين مبغض. قال فيه النبي عن سيدنا الحسن: بني هذا سيد سيصلح الله بين فئتين، محب ومبغض. إلى اليوم لنا محب ومبغض، نحن نمط آخر يسمونه النمط الأوسط. ابحثوا عن هذا النمط الأوسط وعن آدابهم وعن أخلاقهم وعن سلوكهم على مدى التاريخ. إذن الحسين مفصل، قتل بين فريقين، والحبيب يقول في الحديث: من أدركه فلينصره، من جاء في المعركة فنصره نال الشهادة ورفع، وأما من جاء من بعده لأجل يبكي ويصيح، عندنا في فقه التحولات والمتغيرات يسمونها عقد الذنب. الواحد بعد ما يقع في الخطأ يجلس يبكي، لا يعود على أهل البيت ولا على الحسين بشيء، ولا يمكن أن نأخذ ثار من أحد، لأن القتلة قد ماتوا والقاتل قد ذهب والمقتول قد ذهب. الآن يطالبون بالثار من ولا نحن قبائل بدو 70 سنة و1000 سنة و100 سنة وعاد دمنا في رقاب الناس منهم. يجب أن نرجع للنصوص ولا نرجع للتجيش الشعبي المبني على العاطفة، تجيش العواطف ضد المسلمين، ضد بعضهم بعض. هذا عمل شيطاني يريد أن يدمر المسلمين، يقتل بعضهم بعض كما أخبر النبي في آخر الزمان: يقتل الرجل أخاه وابن عمه. هرج ومرج. التزموا بالنصوص وحافظوا على شرف الرسالة، لأن الشيطان يريد أن يضيع على الأمة رسالة محمد بن عبد الله، فيجعلهم في الدنيا يقتتلون وفي الآخرة يدخلون جهنم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن بعد الحسين رضي الله تعالى عنه جاءت مرحلة تسمى المرحلة الكربلية. المرحلة الكربلية جاءت بمشاكل لا حد لها ولا حصر. كان من آثارها في منهج الأبوة ومنهج التسلسل المنهجي في إرث آل البيت أن ظهر الإمام علي زين العابدين ابن الحسين، ولم يسأل عن السلطة ولا عن الثار ولا عن تجيش الشعوب، توجه مباشرة إلى المسجد وفتح بابه للعلم وصدره للعلم وللعبادة، حتى أفاد الأمة على مدى حياته كلها وهو ناشرا للعلم ناشرا للدعوة، كمثل هذه المدرسة التي تعيشون فيها وتدرسون منها. لا يسأل عن قتال ولا عن صراع ولا عن حقوق أهل البيت، لأنه يعلم أن هؤلاء الناس لا يملكون حقوق، فكيف سيعطوك إياها؟ يعرف أن الحقوق عند من يعطي الحقوق الخالق. فلذلك عبد الخالق على أصح العبادة وتعامل مع العباد على أفضل التعامل الشرعي حتى مات، واحترمته الشعوب واحترمه حتى أهل السلطة الذي قتلوا والده، وهو ما هو محتاج للاحترام، ومحتاج إلى حفظ الشعوب لأجل تحفظ العلم. أنتم جئتم تطلبون العلم، احفظوا العلم، احفظوا ميراث النبي محمد. ما هو ميراث النبي محمد سلاح، ما هو ميراث النبي الصراع في الشوارع. ميراث النبي علم، قرآن، سنة، دراسة، معرفة، عبادة، خوف من الله، ورع، إخلاص. هذا الذي هو ميراث النبي للرجال وللنساء وللحاكم وللعالم وللكبير وللصغير، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ليه؟ العلم، وحافظتكم على العلم وحافظتكم على منهج أهل البيت الصح الحقيقي الذي هو الميراث الفعلي التي تحتاج إليه الشعوب أمام هذه العلوم العصرية الفتاكة الهتاكة التي دمرت المجتمعات بالزنا والخنا واللواط والاقتصاد الربوي وأشباهها والإعلام الماجن وغيرها، جاءت عن طريق العلم النظري الجديد. إذن حافظوا على شرف العلم الأبوي النبوي الذي لا زالت آثاره رائحته موجودة في أشباهكم وأمثالكم، وستقلون إذا لم تقفون موقف صحيح كما وقف الأوائل الذي نحن وإياكم نستند إليهم. جاء بعد الحسين هذا التجيش، تعرفوا التجيش صراع من الإمام من بعد الإمام علي زين العابدين. اختلف المحبون، ففريق منهم جعل الإمام زيد بن علي وكونوا له مظهر وألزموه الخروج على الحاكم، وصار من مذهب الزيدية الخروج على الحاكم إلى اليوم. فكانت المشكلة الصدام، فاصطدم مع حكام ذلك العصر واختلف مع أتباعه، وتركه بعض أتباعه لأنهم طلبوا منه أن يلعن الشيخين أبي بكر وعمر، فقال: أتولاهما كما تولاهما أبي وجدي، وأبى وقال: